طيب وبعدين؟ يعني امتى ناوي ترتاحي؟ تميم، كل مرة بدنا نحكي بنفس القصة، أنت بتعرف رأيي بالموضوع. طيب روقي لا تعصبي. يعني انا كل اللي بدي اياه انك تتفرغي لي ولا ترباية الاولاد. إيه، وعلى أساس أنت حبيتني لأنه بنت قد حالها وبميت رجال وشخصيتها مستقلة، شو اللي تغير بالموضوع؟ اللي تغير انه انا صار لازم اخطبك وصار لازم تكون علاقتنا رسمية. مو هذا السبب تميم. أنت ما بدك أهلك يعرفوا إنه بنت درويشة وبشتغل مشان أخي المريض. لا يسرا، لا، مو هيك قصدي. انا كل اللي بدي اياه انك تكوني مرتاحة. أنا هيك مرتاحة، وبدي إياك تعرف لما حتيجي تخطبني لازم أهلك يعرفوا عني كل شيء. أول شيء عن أخي محمود. خلص خلص، بدون تعصيب. اشتهيت شي مرة اشوفك وما نتخانق. إيه، قول هالحكي لحالك. خلينا نسكر على السيرة يسرا، نحكي فيها بعدين. إيه بيكون أحسن. أساساً أنا تأخرت على أخي. خليكي معي شوي. لاحقين رح نكون مع بعض على طول. مثل ما بدك، بس لازم تعرفي اني انا بحبك. أنا بموت عليك. لك ايمت بدي اخلص من هاد محمود كمان.